اسمها اسمها ازول البرسمي قلت كل ما قال حيت اللي برسمي في المسجد اليوم اول. سيداتي وسادتي، اود ان اشكر كل من ساهم في هذا التجمع، كما اشكر الاستاذ والاساتذه الذين تناولوا الكلمه. كما اود في نفس الوقت ان اقول كلمه في حق الصديق والعزيز المناضل الاستاذ عبد الغني الراقي. فالاستاذ عبد الغني الراقي فاعل سياسي مميز، وهو انسان نزيه ووطني يدفع لاجل وطنه، وليس الذي يدفع له كي يمثل دور الوطني. أقول نزيه ومميز بتصرفاته الطيبة والحوارات الهادئة، وله أفكار ومبادئ نيرة، وهو معتز بهويته الوطنية السياسية المغربية بين قوسين أمور وكش، وبهويته الوطنية الطبيعية الأمازيغية، لأنه لا يمكن بتاتا أن نكون ضد الإرادة الإلهية، وكذلك لأننا كلنا أمازيغ، وذلك بحكم الواقع والتاريخ والجغرافيا حتى يثبت الإنسان أجنبية على الأرض. والآن سوف أتطرق إلى بعض الملاحظات، وهي في الحقيقة واجبات. من بينها يجب على الإدارة والمؤسسات والجماعات الطلابية والمقاولات العمومية والمصالح ذات الامتياز والشركات الخصوصية والجمعيات والهيئات المختلفة والأفراد باعتماد اللغتين الأمازيغ والعربي في مختلف معاملاتها مع الأفراد والجمعيات. كما يجب كتابة جميع اللافتات والإعلانات والملصقات التي تضعها المرافق والمؤسسات الجمعوية العمومية وشبه العمومية والمحلات التجارية والصناعية والمهنية والخاصة على واجهاتها بالأمازيغية والعربية. فتفعيلا لاحكام الفصل الخامس من الدستور يجب استعمال العربي الامازيغي والعربي الاداره والحياه العامه. يجب التركيز اكثر في كل تعاملاتنا وحواراتنا مع غيرنا من بني البشر كيفما كانت عقائدهم واجناسهم ولغاتهم، كما على ما يجمعنا لا على ما يفرقنا. خلق الله الناس متفقين في جوهر الإنسانية، ولكنهم مختلفون في ألسنتهم وألوانهم وعقائدهم وعاداتهم، وهذا التنوع سنة الحياة. فلا يوجد اثنان من هذا الوجود يتفقان في المشاعر والعواطف والتفكير، حتى لو كان تؤمان، فكل فرد له شخصية مستقلة. أضيف إلى ذلك يجب تغيير جميع أسماء الأزقة والشوارع والأحياء التي لا تستحضر الهوية الأمازيغية المشتركة بأسماء أخرى لشخصيات وأماكن وحدات تاريخية تنسجم مع الهوية الوطنية ومع الدستور الجديد، وكتابتها باللغة الأمازيغية وبحرفها الأصيل تفينا لمساواة تامة مع اللغة العربية. لقد مضت أكثر من 13 سنة على التعديلات الدستورية في المغرب، ولا تزال عدد من الشوارع والأزقة تحمل اسم المغرب العربي رغم تنصيص الدستور المغربي 2011 في اندماجه على تعويض مصطلح المغرب العربي بالمغرب الكبير بين قوسين تمزغة وتنميرت.